لو عربيتك جابت جان وش سلندر، سواء هونداي او المكنه الجي تي اي او الام بي تي اي، خليني اقول لك ان انت لازم تعمل الخطوات اللي اقول لك عليها دلوقتي. وعلشان خاطر تضمن من عمر الافتراضي بتاع الجان وش سلندر يبقى يطول معاك على المدى البعيد. افتراض ان العربيه جابت جان وش سلندر، المفروض ان انت الصح اللي انت تعمله ان انت تطلع المكنه بره وتشوف البلوكه تحت قفعت ولا لا. ليه؟ عشان خاطر وش السلندر ده بيبقى المونيا. تمام، بافتراض ان العربيه اول ما بتسخن الالمونيا دي بتقفل. تمام، الالمونيا دي والجزء اللي تحت ده بيبقى المونيا برضه. تمام، فده لما بيقفع اللي تحت بيقفع معاه برضه. الصح اللي انت تعمله ان انت البلوكه تروح عند الخراط وياخد مسحه كويسه علشان خاطر ترجع تقفل الجوان ده الصاج ده تاني، وما تقفلش الجريد وتبقى تقفل على نضيف. تمام، يبقى لازم تقشط البلوكه وتقشط وش السلندر عشان خاطر تقفل الجوان الصاج ده تاني، عشان خاطر التطبيعه ترجع تقفل معاك تاني، الوش يظبط معاك على المكنه تاني، وما يبقاش فيه تقفيع. يعني لو في تقفيع معاك مع اقل سخونه هتسخنها العربيه هتلاقي العربيه ضربت معاك جوان وش السلندر. بقى تستمتع معايا واحنا بنقفل المكنه دي مسمار مسمار. اتفرج.